بله تما جواني ما هي جاي دلال ايرو باباتي ما سردي سجكي سر شيخ معشوقي الغزنوي كرم كن ماتشد بجي سر اسلامي اسقلك جاراجي من محيري وقت يقول تلفزيونا قهدار دكم دبي داعش صنعتها ايرانيا، داعش صنعتها سوريا، داعش صنعتها امريكايا. ناب خودي والله وتالله وبالله افقريجا قو داعش دكي حمد كتابي مدهنا مخابن حمد كتابي مدهنا بويكي حتى بيدقي تملاي ما تزانياري ما تشيخي ما جرأة بوارة چه نبوة قو ديروكا خمراجعة بكن ذي قريجة جراكن تجاربين قو إسلامي چه بونا بكيماني ايقو مو ديتنا مقاعد الافغانستان ديت ما داعش لسوريا وعراق ديت ما السودان ديتن ليبيانا قاسم مشترك نابين باقا جروب اسلامي ونابين باقا تجارب اسلامي بالغلاندنا اجرز بعربي جي بيجم قرف حقيقة بالغلاندنا بانسان رتشيدكن اسفين برادري من ايزيدية از مسلمان بيجا برادري من مسيحية از مسلمان برايمي دي يهودية از حزدكم قو اوجي وكم ابن مسلمان از حزدكم اف خيراقو از تيدما اوجي تيدبن شباني هي جاي دلال ام دي سر خيراتنا ودكن ام باباتي مينو ايرو دي شجي سر ديانة اسلامية من فيديو كده ديت قاباقو الشيخي عم بيجن مالا يد اسلامي وك شيخي معشوقي دبيجي اب نعمتا قويت اسلامي ديتيا قو نعمتا قويت اسلامي ديتيا تخوازي قو مسيحي ويهودي وإيزيديجي وين نعمتش اسلامي ببينن برسامشتا بريا چند سالة قابا قو داعش هات سر مروبي ما خلقي ما ايشنقال وان قابا قو تجاوزي كتشي وان كرن مالي وان وراكن خرا كرن هنجي تجي دركتي ام قارن فيديو جيكي بنيرن تجي دركتي سر فيديو تاقو اسلامي داعشا تاقوش قرآني داعش وإيزيس ومرن وقتلتي تاقوش اسلاميش كتابي وش قرآني تي ابقى تشي داعش دكي نش خبر دبين جي قرآني تي اب صدر بصدر تراز قد بس نهاد باروجي دي دات بيجي اب نعمتا نهاد انزل تتشاوى جكا خطا غير عنديا ترايق وغيران تكرير رايك دن تبيجي اب نعمتا قوتش اسلامي ديتيا تبي توازين مسيحي ويهودي وإيزيكي وين نعمتي الاسلامي ده ببينن برايدلا تبخوت نعمتا جي نديا يعني حتى مال باطي تت نعمت جي ندي شغب برسا ما تشن نعمتك اسلامي ديتيا وش قرآني وش حديثة وش محمد إيروجيكي أسخازم ديار بكم إسلامي دما محمدا حديث البخاري صحيح المسلم أفان تشغوتيا سر عم بيجن بابتكي جو مالباتك يهودي عشيرة يهودي الخيبر تشب سري وان كر محمد وهوالي خو تبدا ودوستي خو تشاوا كرن جبي مالباتي وجبا عشيرة دينا خبطني دا تشب سري وان هات هنجي اونجي كار راي خو بيبدن قالوا ابي خمبري خديا يانجيكي افقرعانا وابجيكي قبحتا وابجيكي مال خرابونا مروبي قودتي باي فان مروبيها وفا فكريها كرمكن بنيرن كما دين اسلامي تشيا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. هذه الحلقة بعنوان الأحداث الخفية في اغتصاب المسكينة صفية. تتمحور حلقتنا هذه المرة عن قصة أميرة يهودية جميلة تدعى صفية بنت حيي بن أخطب. تعرض شعب هذه الأميرة قبل حوالي 14 قرنا للغزو من قبل مجموعة من صعاليك العرب وقطاع الطرق، وتم قتل شعبها وتشريدهم وسبي نسائهم واغتصابهم وإجبارهم على الدخول في الإسلام. وهذا المشهد يعيد إلى ذاكرتنا ما حصل للفتيات الإيزيديات من سبي واغتصاب وإجبار للدخول في الإسلام من قبل عصابات من المجرمين وقطاع الطرق يطلقون على أنفسهم جنود الدولة الإسلامية، وشعارهم هو نفس شعار أولئك الذين غزوا شعب صفية قبل 14 قرنا من الزمن. قبل جيكي اختاقو بدسبيكن وندبينن قو زماني عربي هاتيا ورقراندن ام جيكي تخوازم زماني كورمانجي باقوتنا ورقرينن وندبينن قو صافيا
كاتشك مالا خيبره او كاتشك جيكي مال باطي خدا يعني جيكي مال باطي ويتهبت جيكي اشيتي ازاتي دبن او يعني جيكي قبا جو انبات شتي نسر زمان وقت ابان هجومي مال باطي وان كريا وحشيري وان وقالك تشتي نباش وان كرنا وني ببين انها بشابي خوا قوتني قلت حزي ابنك قوش خبر ام دبيجن صحيح البخاري ابن الكثير يانجي كي صحيح المسلم اباتش تحملش كي صار زمان دكن نجوج فكري ما يانجي كي قوتني متي او بخوان تش قوتيا ونقداري بكن هنجي ونجي كاراي خسرباتش بدن شوف ايزيديا هات داعش شوان كر خلقي ميشنغالي وان فبيرو بلانغاز كاتشي وان كوري وان مالباتي وان شوف سريعات ونيت فيدري دا ونيك بيك ببينن قبا محمد صحيح البخاري وان دا شكريا وشم مالا خيبر كريا وني بيك دي قصتي وني ببينن وداوي دجيكي ازي فيديو كي ازي داوي شي بخن داوي فيديو كا وني ببين جو اف كاري وان داعش جوكر بمالباتي ام بيجن اي خيبر كرن نباشي ويران كرن مال خيرا كرن شب سري وان كرن وني ببين دي سجكي گوچاوا محمد جيكي دما خود ولو ذكر ابجيكي نشانه اسلامينا كربكن. وطبعا كما تعودنا من المرقعين المسلمين انهم يختلقون اكاذيب متنوعه حتى يدافعوا عن دينهم ورسولهم، واكاذيبهم حول حادثه السبي واغتصاب صفيه بنت حيي هي ان اليهود كانوا اناسا اشرار وانهم كانوا يقومون بالاعتداء على المسلمين ويحيكون المؤامرات ضدهم وإنهم أشر خلق الله، وبالمقابل المسلمين كانوا أناسا طيبين ومساكين ومسالمين وتعرضوا للاعتداء من قبل هؤلاء اليهود، فكان المسلمون يدافعون عن أنفسهم فقط. وطبعا كل هذه الأقاويل مجرد أكاذيب وكلام فارغ. وكذبتهم الثانية أن صفية بنت حيي بالرغم من أنها كانت متزوجة إلا أنها شاهدت في حلمها أن القمر ينزل ويستقر في حجرها ويقول دبرت جيكي تشد بيجي دبيجي هجر بوقتاقهم اسلام دبيجين خلقي مسلمان دبيجين دبي مالا خيبر يعني جيكي اب عشيري مالا خيبر او جيكي البر خطان وهنجي دجي محمد وابالي برابون جبركي جيكي دفاع خوكر مسلمانا بس قد افتشتك ندى ان افقى نتشتكي الراستا افتشتكي بغلطي وشاشتي ودن فهم كرن جبركو جركا وتشتكي وقتاقو بيجين همش حديثي خو وهم جيكي جي قرعانا خو ونشيرو بابكن يعني جيكي صار زمان كن قاباقو انباتشتا ون ام بيجن راستي نبيجن ونباتش صار زمان نكن براستي هر تشتي وبالايا كلام كن كابل جا افكا تشك تبي دبي جي صافيه دبي اون بيجن افكا تشك تخونك قضيت جو نيزيكي وي هاي نيزيكي وي دبو ونبيجن هيك او هاي محمد بو حج محمد ذكر تشاو افكا تشك تخودوي محمد ببيني ونبين ما قصتا ديك تشك تشبي هاتيا تشب سري هاتيا وتشب مالاوي وتشب مالباطاوي تشب زلامي تشب بريوي هاتيا حتى ابيرك تشاو زلامي وتشاو محمد بكي ويشخر بكي زلام كلام كن امنها درباسي سرحاتي ببن يقولون أن هذا القمر هو محمد وأن صفية كانت تحب محمد، فتخيلوا معي كيف أن جرائم السبي والاغتصاب يتم تحويلها لقصص حب وغرام وكأنك تشاهد مقطعا من فيلم تايتانيك. دبيجي ونشاوا باوردك نجو زلا بيركا تشكك وري تجاوز كرن يعني تجاوزي ويكا تشكي بكن بزوري مالاوي خرا بكن هر تشكي بيسمي بكن وند بيجين جو محمد كاتشفيكا تشكي حش محمد ذكر وقف قصات وقف ورقران وقف سرهاتيها وشخور كريا مينا تيتانيك حسكرنك امينا فيلم تيتانيك وشخور تشكريا ابو سري خور تشكريا بس منها قصتي اما يك ببينن تشاود هات سري مالا خيبر. هذا هو المكر والخداع الاسلامي في تزوير الحقائق. والان دعونا نبحث ونتحقق من حقيقه ما جرى. اما دبيجن دبيجي كامي بحش نقالو كا قصة شد بيجي قصتها الراستي نقو اسلام حنكي خو ما بكي يعني يكون حنكي خو بكن از هبي دارم بقول جو هي خو قن بدل ما قلتنا ونجبيه خو خونا خو ونشيار ببن والراستي فهم بكن ونبر راستي خو ديورن ونلقي فكري خو يعني كان فكري ملا وشي قهرن نا بري خو بدل ما قلتنا كاب قلتن شد بيجن ايغو بعربي نزاني بام ورغرين كردي قصتها ذيك كشكي الصافيه كشكاش مالا خيبر كشكا يهودي مال باطي تشم محمد وان بيكر وتشب سري كشكر ومحمد داويه تشب بيكر كرمكن. نفتح كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي الجزء السادس، نقرأ عن يهود خيبر في الصفحة 526 وأن نسلهم هاجر بعد خراب الهيكل الأول إلى الحجاز حتى بلغوا خيبر فاستقروا بها واشتغلوا بزراعة النخيل والحبوب، وأنهم أقاموا فيها قلاعا وحصونا تحميهم من غارات الأعراب عليهم،
فكما تلاحظون أن اليهود كانوا يتعرضون لهجمات من الأعراب وأنهم كانوا يحمون أنفسهم ببناء الحصون، فلم يكونوا يعتدون على أحد أو يشنون حروبا على جيرانهم، بل كانوا يريدون العيش بسلام وحماية أنفسهم وعوائلهم من اللصوص وقطاع الطرق. ونقرأ أيضا دبرت بيجي تشد بيجي دبي مالبات يهودية مال خي برانجك يهودية وان فرستنا قد ذكرن فرستنا تشد ذكرن عرضي قوا ومالي قوا أرتش ذكرن هن هبون هجوماتي وان ذكرن وتك حماية قد ذكرن وان قد هجومي مروبا نذكر وقد جزران ندى مروبي دورا قوا وقد جكي خرابي كسي نذكرن تك حماية قوا وفرستنا قد ذكرن جمروبي نباش إبيس مالا قد أبون عرضي قد أبون ودولاتي قد أبون نهتبون كتبون عربستاني. وقد بدأ اليهود يعارضون الرسول والإسلام حينما طلب إليهم الدخول في الإسلام والإيمان برسول الله، وقد رفض اليهود الدخول في الإسلام وأبوا تغيير دينهم ودافعوا عن عقيدتهم وتمسكوا بها. دبرت بيجي جو يهودي تشد يهودية فرستنا خوكر وإسلامي تشكر إسلامي محمد وان جو جرك ونبن إسلام ونبن مسلمان ونبن جماع ونكمل ديانته إسلامي وان جكي قبول نكر ورفض كرن جو ببن مسلمان وديانته إسلامي قبول نكرن. رفضوا التسليم بما جاء في رسالة الرسول من أن الرسول نبي أرسل للعالمين كافة، وإنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن القرآن كتاب مصدق من الله، وأن أحكامه مؤيدة لما جاء في التوراة ناسخة لبعضها. وقد جادلوا في ذلك وانبرى أحبارهم للدفاع عن عقيدتهم ولمجادلة من يأتي إليهم من المسلمين لإقناعهم في الدخول في الإسلام. وهكذا بدأت خصومة اليهود للإسلام خصومة فكرية، هم يرفضون الاعتراف بنبوة الرسول وبأن دعوته موجهة إليهم، ويرفضون نبوة في غير بني إسرائيل، والرسول يدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى الدخول في دعوته. دبرت بيجي دغو محمد جوان مكتوب الشام بيامك الشام يجيكي بيجن جوتوان جو ببن خو تسليم بكن خو بندسي مكن وببن مسلمان وانجيك الرفض كر قبول نكرن جو شخيني اسرائيل انبياء ناين والنبي ناي كفن پیغمبر ناين شخينا جودنا نام يا دوليه دبن ومقص قبول نكن پیغمبر كي يانجيكي تعليمك دي ام شخور بيكار بكن هنجي باندي تشتكر بايد جيكي توازن جو حتى جوان وري محمد جوار بيام دشان جو بكم دستي اسلاميه خو تسليمي محمد واسلاميه بكن امي كار بكن كاباشني كاتش بيجي. ثم تطورت هذه الخصومة إلى معارك وحروب، والحروب كما نعلم تبدأ نزاعا في الآراء والأفكار ثم تتحول إلى صراع ونزاع وقتال. فكما شاهدتم أعزائي المشاهدين أن الذي بدأ بالاعتداء على اليهود هو محمد عندما حاول إجبارهم على الاعتراف به كنبي من الله وأجبرهم على ترك دين آبائهم والدخول في الإسلام. دبرت بيجي دبي محمد وندبينغو محمد شد بيجي محمد والغوري بتشكا برتوكي اسلامي وان شد بيجي دبي محمد خص جوان بكي مسلمان وديانتي اسلامي او قبول بكن وخا تسليم بكن بس وان جيك رفض كربو محمد بيغمبري قديم جبرغو محمد بيغمبرتي نكر ومحمد نكاري بوان بقوتنا خا يعني جيك بعملي خا وان راضي بكي او تحديد الدانوان جو غرق والمسلمان من خا تسليم بكن بكم ديانتي اسلامي يعني جيك امي هجومي وبكن. ومن الطبيعي أن يرفض اليهود هذا الأمر، فكيف يتخلون عن إيمان آبائهم وأجدادهم ويؤمنوا بعقيدة يقودها شخص يدعي أنه نبي يعبد إلها غريبا ويقود مجموعات من العرب لا يجيدون سوى الغزو والسبي وسرقة أموال الآخرين. فضعنا دبرت يهودي قبول ناكن جو كسك يعني قبول نكرنا جو كسك جديد باب وكالي وان ايجو شوار غوتنا برتوكا بيلوت يا توراتي وان شوار غوتنا او تشهني دي قبول بكن بخبر دش خورا يعني اتشتك نكهد دلي وان اتشتك نكهد سري وان جبريش رفض كرن بس وان شكر وان تهديد الدان وان ودغوتن وان غريكا وندبن اسلام نفسك مكان اليهودي يا صديقي المسلم. ماذا كنت ستفعل لو أن أقواما غرباء طلبوا منك ترك دينك والدخول في دينهم؟ أكيد سوف تدافع عن نفسك وهذا من حقك، ونفس الشيء فعله اليهود أيضا، فهم دافعوا عن دينهم ضد الغرباء. فلماذا تعتبر رفض اليهود لمحمد اعتداء على المسلمين بينما لو حصل الأمر معك ستعتبره دفاعا عن النفس؟ لماذا هذه الازدواجية في المعايير؟ وطبعا عملية الهجوم على خيبر لم تكن معركة عادلة جيشا ضد جيش، بل كانت عملية غدر قام بها محمد وجيشه ضد اليهود، حيث غزاهم في وقت مبكر من النهار ولم يكن اليهود مستعدين للمعركة.
الفرد جي كده بيجي اون بزوري خلقي دكن يانجي كي جو اسلامي قبول لكن يانجي كي اون شرد خوازن جو وان بزوري داري زوري بكن اسلامي الفرد جي كي اون دبينن جو اختاغو انبا الشور يانجي كي ابجشي محمد يانجي كي اف حمدك حسابي ويبون يانجي كي اف حمدك جي كي ميركوش بون مروبي يعني خوين خوار بون شد كرن يعني مالباتي يهوديه يانجي كي خيبر او جي كي حمدك عشيري وان او نحذر مجبوشر ونشركي عسكر بو ابشركي جو امبيجن بدزي شاركي زوري شاركي يعني بي وجداني هات سري با يهوديا وان شما بيتشتي دكن وندبينن جو يعني بزور اسلامي خلقي دتيني دكي ديانات اخو وشو سري وان جي دكن مالا وان قادم ويران كن وخراب كن يان مجبور قبول بكن يان جي قطوان برنادن باش وين هات شي بيد بردان بل كانوا قد خرجوا لأعمالهم ومزارعهم ومواشيهم. تابعوا معي. نفتح كتاب صحيح البخاري. كتاب البردة جي كده بيجي مالباتي يهودية وانقش نحازر نشر نتشتكيرا او حمتش جي فقير وبلنغاز ناك عرض يخد مالي خد اقول نها هذا صار صحيح البخاري كصحيح البخاري تشد بيجي صحيح البخاري او جي كي امزان حديث اسلامي او ي دبيجن هن ندب ماك هن بنقوين افقوينا. كتاب المغازي الرواية برقم 4197 أن رسول الله أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم والمساحي هي أدوات تستخدم في حراثة الأرض والزراعة فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فكما تشاهدون أعزائي المشاهدين أن اليهود لم يكونوا مستعدين للمعركة بل كانوا قد خرجوا إلى حقولهم وأعمالهم اليومية وأن محمد والمسلمين قد باغتوهم وهجموا عليهم واحتلوا أرضهم. البردة ودبينن شد بيجي دبي يهودي تحازيا ونكر ناب عرض خدبون يانجي كمل كي خدبون فقير بلنغاز كاري خد كرن جبوي مال جبوي امبيجن هر كاري خد روجي بس ودبينن قلت بيجي صحيح البخاري محمد وامبيجن ميركوش اخوا رابو سرخوا وجيمي فقير بلنغاز كرن. نفتح أيضا كتاب صحيح مسلم كتاب النكاح عن أنس أن رسول الله غزا خيبر قال فصلينا 3 مرات قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والله. فكما تشاهدون أن اليهود كانوا قد خرجوا إلى أعمالهم وليس إلى المعركة ولكن المسلمين قد غدروا بهم وسبوا نساءهم. ونفس هذه الصورة من الغدر الإسلامي تعيد إلى الأذهان عملية سبي الفتيات الإيزيديات على يد الدواعش حيث هجموا عليهم أثناء الليل وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال. فهل ودفرد بينيجي كيف اختاقوا صحيح المسلم يجي حين صحيح المسلم حديثي ويجي كيف بيجيب دبي أفرا زايبون يعني فقير بلنغاز مالي خدبون سر عرضي خو أو خد كرني يجي مال باطي خو حمتك فقير هيجي أيوان تشتكي نبوج نشكي با محمد وأم بيجي قاتل إخوة بالشاف كاتن سرد لي فام مروفا وهجوم يوانكرن شابا تشاوجي كاتن سرد لي ايزيديا فقير بلنغازي شنغالي بشاف سعد دوي شبيوان جو هجوم يوانكرن مينا جو داعش شكر عنجكي محمد وانجكي وساكر محمد وقاتل اخوه محمد دبيجس بيخبري خدامه قالوا قبولته بيخبر جرك اب مالباتي اي خيبر يانجكي عشيري وان تبدا قبولكم بيخبري خو اسلامي قبولكم وتسليم لكن بس وان قبول لكن وقت تسليم لكن داعش جي عيني في تشتكر بالشاف كاتن لي ايزيديا وان وجوت وان وجرك ون حمدك جيكي محمد قبولكم بيخبر ون شهادي بدن يانجكي حمدك وبكوجن وقتاغو شهادي بدن جيكي شخوا فقير بلنغازا جيكي نزاني متشبكن يعني حتى بشهادي جيكي في ذا نكر قال جوان مالا وان خركن ويران كرن كرمكن ونها ببين ويتشب سري وان بكي محمد مالا خيبر. تلاحظون أعزائي المشاهدين أوجه التشابه بين الحادثتين. والآن لنشاهد ماذا فعل محمد باليهود بعد أن غزاهم. نفتح كتاب السيرة النبوية لابن هشام الجزء 3 نقرأ في الصفحة 286 وحاصر رسول الله أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ففعل وكان رسول الله قد حاز الأموال كلها. فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل. نفتح أيضا كتاب تاريخ الرسل والملوك والمعروف بتاريخ الطبري الجزء 3 نقرأ وكان رسول الله قد حاز الأموال كلها فكانت خيبر فيئا للمسلمين وكانت فدك خالصة لرسول الله
فتلاحظون أعزائي المشاهدين أن الغرض من الحرب على اليهود واحتلال أرضهم كان من أجل سرقة أموالهم وسبي واغتصاب نسائهم، وليس دفاعا عن النفس كما يكذب دعاة الإسلام الذين يصورون المسألة أنها اعتداء من اليهود على المسلمين وأن المسلمين كانوا يدافعون عن أنفسهم. ودبرت بينيش كديس اج كدي بيجيب دبي احمد وحمد امبيجن او زلامي غوميركوش حمد بيرا كتب نابا مالا خيبر ام كتب ناب عشيري وان فقير وبلنغاز ومالي وان حمش خد بداستي قكرن حمد تشتي وان برن حمد بداستي قكرن حمد شقرتن وشكرن وجبوي كتشي وان شقر بدن وجبوي مالي وان شقر بدن جبوي طالان كرنا ومال خارا كرنا وان ام تشكرن يعني قاتل بردا نجبو دفاع كسي دفاع وكري نقص جو خيبر تشتكريا مس مينا جو فقير وبلنغازي ايش قال النت تشتك وانكر وتعدل وانكر مالي وانبرون خبرك جنا دام كبرك جنا ابدوان شكرن عين المساله مال باطي خيبر ابيجن عشيره وان ونبينن جو يك تشاو داعش شكر عيني محمد دس بيكي بيكريا داعش شكر قرتيا داعش ايش محمد قرتيا ما نا اوري بري وانا ما نا في الحديث وحمد القران داعش وعلامه بود ونبينن عيني او علامه يعني تشتكي ده يعني ونقارن بين صار زمان وبين اسلامي امبيجن داعش نا اسلاما يعني كي فريغا دي اسلامي ناي ناسكرن وجانا بيجن اسلام سلامه افضلوا اسلام ورقراندنا وي وقراكم صد ونبين الجه جو يعني بدستيه بكن يعني خو تسليم بكن خو بدستي ما بكن ابا معنى اسلامي ما تشوف تجارب نيجي كده بيجي دبي اسلام هو دار الحرب دبي اسلام ما لا شر لا يا خيريا ما لا شر كلام كل ما كايتشي دسبيكي امي دسبيكي بيجا. لنقرأ أيضا كيف تم قتل كنانة بن الربيع زوج صفية من أجل سرقة أمواله. نفتح كتاب السيرة النبوية لابن هشام الجزء الثالث، نقرأ في الصفحة 286: وأتى رسول الله بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه، فأتى رسول الله رجل من يهود فقال لرسول الله إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة، فقال رسول الله لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ قال نعم، فأمر رسول الله بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه، فأمر به رسول الله الزبير بن العوام فقال عذبه حتى تستأصل ما عنده، فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفع رسول الله إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. ونفس هذه الرواية موجودة أيضا في كتاب السيرة النبوية لابن كثير الجزء الثالث الصفحة 300. هذا بردش كي مديتش بيجي دبي أو كنان أو مروكي أو يهودي بو أو جيكي شما هات كشتن دبي محمد دقازيا مالي وان ليكر زيري وان محمد تشتيوان والخوش كرنا كر بيجي بس هفالك يك يهودي دي سيكي هات خاينتي كر داروكر الهفالك وخاين دركت قلت محمد جوزانم جو مالي الكدي ده ومحمد جوهر مالي كام درخستن ومحمد الامر كل يقول قاتل يعني ميركوجي جو بيرا جو فيز لاني عذاب بدني ده حتى حمد تشتي اشكال بكي يعني حوقع عذاب دان كركي يعني ونهنا بمين تشوف سري كركي هذا. أو 74. شاهدتم أعزائي المشاهدين كيف أن محمد عذب كنانة بن الربيع وقتله من أجل سرقة أمواله. ودبيجن دي سجكي ومديت قول محمد شكر جوي كركي عذاب داي ده حتى أو كركش حتى أو كركشت يعني أو كرك بعذاب كشتن جبرجو مالي ويجي برن هم مالي ويجي برن وهم جكي لي دانجي وهم جكي كرك كشتن جكي يعني مالي ويا نيخ محمدا أب ني يد بسلمان أبو مالي ويبو جيستان دو كشتن فقيرو. طبعا هذا التاريخ الدموي يشكل مشكلة للمسلمين، لذلك يحاولون الهروب من هذه الروايات ويدعون أنها روايات ضعيفة مع أنها موجودة في أمهات كتبهم. وللرد على هؤلاء نقول هاتوا لنا بروايات صحيحة عن كيفية تعامل محمد مع كنانة بن الربيع، هل قدم له الورود مثلا أو قال له اذهب أنت حر طليق؟ دبيجي ما قبقوا أم دبينن شف سري ويكر أبهنجي في محمد سري كنان قوتي قوزي وشتا قلاب زي بدوتا راج هر تآزاتي وشتا قلاش خوربا بوهرة يعني شكي قوهرة تكاريب كتب هري نا ليه دانو كشتن ومالا ويجي خراكرن وبنرن هاتشب ويتش تمامية بسري مالا خبير بكر فقير بلنغازا.
تفضلوا قدموا لنا رواياتكم الصحيحة، وإذا عجزتم فعليكم أن تقبلوا بهذا التاريخ الدموي لرسولكم. الآن لنقرأ كيف تم سبي واغتصاب صفية بنت حيي زوجة كنان بن الربيع. نفتح كتاب دبرت جي مدي تشب سري كنان كرن امزان کو كنان هات كشتن مال بات مالي ويجي بن زيري ويجي حمد تشتي هناك اتشي ونابل فقير بلنغاز حمش خربر نابجا مساله صافيه بيركاوي ويتش بي بكن كان بعشن بيجا كا برتوك بلوك وحديث اسلامي تشد بيجي سر بيتشي بصحيح مسلم كتاب النكاح باب فضيلة ابجي كي صحيح المسلم كي ام بيجن بلوك يعني كي برتوكا يا النكاح كابجا كرمكن ويتش بيجي يا نكاح عتاقه آمته ثم يتزوجها. نقرأ: وأصبناها عنوة وجمع السبي فجاءه دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى نبي الله فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير، ما تصلح إلا لك. قال: ادعه بها. قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: وأعتقها وتزوجها. دبرت بيجي وقتاغو ما يعني قرد نسر خيبر وان مال باطي وان عشيري وان او حمد بدستي خوكرن شو زيري وان برين مالي وان كل وتيناجي كشتن دبيجن كتشكا كبايا هبالي محمد هاتن ام بيجن ايد قاتل ام بيجن مجرم بعربي دبيجن مروي خوين خوار هاتن قوتن يا محمد قو ما كتشك ديتيا صافيه نابي تشكا قلبي سبهيه ام تخوازن قو بدن تا بري هندي يكيد هاتن قوت محمد قو خوازن قوت ازني بدي زهرم كتشكي جبا كتشكا شخور جيريا يعني كاع شخور ببم قو هرا شخور باب بشتي اكيد هات قو او كتشك شخور بريا كتشك نابي صافيه قلبي سبهيه بكيري كسيناي الدرباطيا قو هلو يبينن شو اني بر محمد كتشك دي صافيه قوت وي قو هرا قو كتشك يا منا ويك خوي دبنا فينا او كتشك صافيه شخور بر وني ببين هاتش بسري كتشكيتي مخابين ابا حقيقه اسلامي. فكما تشاهدون أن صفية أعجبت محمد وأخذها من دحية الكلبي، وبعد ذلك نكحها، وكان أتباع محمد ينتظرون أن يعطيها لهم ولكنه أبقاها لنفسه. نقرأ في كتاب دلائل النبوة للبيهقي الصفحة 232: فاصطفاها لنفسه ودخل بها ولم يشعر بذلك رجال كلهم يرجو أن يعطيها إياه، فأمرهم أن يعرضوا عنها. وهذا النظام كان يتبعه الدواعش أيضا، حيث السبية الصغيرة والجميلة تكون من نصيب أمير الجماعة. دبرت جيكي اون دبينن وقتاغو بشتي قلت خوينت ام حديثات دبينن شجر محمد او كتشكبر صافيه بر كربن خيمه اخوا بن كوني اخوا وتجاوزي بيكر وعملي اخوا بيكر يعني اون دبينن درد جيكي داعش اون دبينن فوتوغرافي يعني جيكي فيديو هناك اون دبينن قلتشاوا اب مروي داعش اختيار اب كتشكا هي زاروك عمري نحصالي تشتكي ولو سب دستي خوفيه وبيناموسي نقنجي بيدكتي ابجيكي حمتشك امبيجن تلميذي يانجيكي امبيجن بيشميري محمدن كرمكن ابا حيشي جو محمد كري يرو اجوي تعمي يدجي دخل فقير بلانغاس. اما الاخريات الاقل جمالا فهي من نصيب باقي المقاتلين. فهل تشاهدون اعزائي المشاهدين التشابه بين الحادثتين؟ ونقرأ أيضا في كتاب صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر الرواية برقم 4211 عن أنس بن مالك قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها رسول الله. والجدير بالذكر أنه في الليلة التي دخل محمد فيها على صفية كان هناك أحد أتباعه يدعى أبا أيوب كان يحرس باب الخيمة متوشحا سيفه خوفا على محمد من أن تقتله صفية انتقاما لأهلها. نفتح كتاب دلائل النبوة للبيهقي الصفحة 233. دبرت جيكي اون دبينن قلت بيجي دينانا قد محمد راش كتشكا صافيه وقرا بركر بن كوني خوا تجاوزي ويكر نقاجي بيكر ودوي شويد حمد تبدا نباشا خو بيكر والبرجكي حارس بر محمد ونوي شويد تبدا البر نوبت دغرتن بوي جو صافيه كتشتكي بينكي كرمكم ني ببينن ابا نعمتا جو شيخ دبيجي نعمتا جو شيخ معشوق ديوان دبيجي دبي خوسكا جو حمه مسيحي ويهودي و يزيدي ابدن مروي دنيا تبدا جيكي ببن وين نعمتا اسلامي بويدي او جوي نعمتا جبن باور بام نعمتا جو ان يهوديه جديدي ولا كسي جديدي كي نعمتا شن نعمتا جابي من وكي اب نعمتا
ما تنعمت بيجي تنعمت النما دنياي دبيني عملي جو محمد كريا ودعش دكي وبشترج كي دبيجي مالا اي ما شوك دبيجي دبي نعمتها جو مش اسلامي تي خذيك ومحمد ببينن ما بهورا بتاع يا ما تفسير تنقون يعني حديث تنقون يعني كي اون شابي خد دكرن ونحنكي خوب خد دكرن ياو بومروبك باتش تبوخ ينك جرك الصدر تصدق اوف نبي خبري خديه تبي خبرتي خدي بتنا كان بي خبرك بيجن جو تشوي بزوري مالي خلقي خراكلي وكتي انشخول بتجاوز كلي وبينا مصيب بالنقاجي بزنا بيكريا ودبيجي الله جمر غوتيا ودبيجي اف جم خدي هاتيا بغور اف خدي ازنا ساكم اف خدي جو اسلامي اف نخديا امزان جو رحي بيسا كرمجن. وقد بات أبو أيوب ليلة دخل بها رسول الله قائما قريبا من قبته آخذا بقائم السيف حتى أصبح، فلما خرج رسول الله بكرة كبر أبو أيوب حين أبصر رسول الله قد خرج، فسأله رسول الله: ما بالك يا أبا أيوب؟ قال: لم أرقد ليلتي هذه يا رسول الله. فقال رسول الله: لما يا أبا أيوب؟ قال: لما دخلت بهذه المرأة ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها، فخفت لعمري والله أن تغتالك. تفرد بيجي بي ابو جو محمد ويش بتبدا تجاوزي كتشكي كرنا باشي بيكر جو رابو قال جو ابو ايوب الدبي دري وشو لوي دستي ودا وحاضره الدبي دري نرازه جو مالك يا ابو ايوب شبلا يعني ابو الايوب شبا دبي دري سكني بو جبرجو ابو ايوب دبي دري سكني بو بدا محمد بو عيش وخلاص كيش بو ينكوجن جو ترسام جو بشب وقتا جو الرازي تجاوزي كرت قبحت كر او كتشك هجي استرسام جو تبكو جيش بريك جي البرتا باكت حتى ايرو الصبي يعني وقت تشتي هو ديت جو تشب سريوي كتشكي كرت مال باطي كرت مال وان خرا كر حمتش سري وان كر وندبينن جو تشهات سريوي مال باطي ام دبينن جو يعني ابتشتكي دوري عقله ابنجم قضيه فقط نابي قضيه كفرتك ارد بروبي بيجي محمد بيغمبري قضيه او جنه دكيش برغو محمد بيغمبرتيا قضيه نكريا وتكسي بيغمبري خدي بيتش داكي قلت تجاوزي بيركي كتشكيب كي مالباطي بخجي وابو ايوب بيجي الترسيام جبرغو تبابي كوش تسري بابي بيجي كر تسري اسلامي جي كر تسري بريوي جي كر جبريك الترسيام جو تبكو جي بشاكاتشك وندبين جو ابو ايوب البدري اشكره دكي جو محمد قفحت كريا ونقنجي كريا بكتشكي كتشكي كاري حيفا قهليني وامزان جو جي داويه مالباطي خي برداجي او زينب تالي حديثه كده ومحمد جحرده